شاء
قديشا وشويحة وحيلثانا ولا ما يوثد وقديش عامر وما بتحسبيانا مثكشبينا إذ بن ما روحو صراحهم علينا قدم عادة كل عدة ما ردخول وروحات قدشا العالمين اجعلنا يا رب حكماء بتعليمك فتستنير عقولنا بمعرفتك وتتقدس نفوسنا بحقيقتك وأهلنا لفهم كلامك وتكميل وصاياك الآن وإلى الأبد. آمين. من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثيا يقول: يا أخوة، أيقظوا قلوبكم بالبر ولا تخطئوا، فإن ثم إنسان لا معرفة لهم بالله. أقول هذا لخزيكم. يقول قائل منكم: كيف يموت الأموات وبأي جسد يأتون؟ أيها الجاهل، إن الزرع الذي تزرعه إن لم يمت فلا يعيش، وذلك الشيء الذي تزرعه لست تزرع ذلك الجسم الذي هو مزمع أن يكون، بل حبة عارية من الحنطة أو من الشعير أو من سائر البذور. ولكن الله يهب له جسما كما يشاء، ولكل واحد من البذور جسم طبعه، وليس كل جسد سواء، بل للإنسان جسد، وللبهيمة آخر، وللطير آخر، وللسمك آخر، ومن الأجساد سماوية ومن الأجساد أرضية، ولكن مجد السماويات نوع ومجد الأرضيات نوع آخر. كذلك قيامة الموتى يزرعون بالفساد ويقومون بغير فساد، يزرعون بالهوان فيقومون بالمجد، يزرعون بالضعف فيقومون بالقوة. ها أنا مخبركم بسر، وهو أننا لا نرقد كلنا، ولكن كلنا نتغير بسرعة كطرفة عين حين يهتف البوق الأخير فيقوم الموتى بغير فساد. ونحن نتغير لأن هذا الفاسد مزمع أن يلبس عدم الفساد، وهذا المائت أن يلبس عدم الموت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم الفساد وهذا المائت عدم الموت، تتم حينئذ الكلمة المكتوبة أن قد ابتلع الموت في الغلبة. فأين شقدت يا موت، وأين غلبتك يا جحيم؟ أن شوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الناموس. فالشكر لله الذي أعطانا الغلبة بربنا يسوع المسيح. النعمة والسلام مع جميعكم يا أخوتي، آمين. شيغي من عولو من أحضان ذكا هللو يا هللو يا شلام عمخون وانقاليون قديش أدمراني شعم شيحا كرزو ثاد متاي
قال الرب: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته القديسين معه، فحينئذ يجلس على عرش مجده ويجتمع أمامه كل الأمم، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، غريبا كنت فآويتموني، عريانا كنت فكسوتموني، مريضا كنت فعدتموني، ومحبوسا كنت فأتيتم إلي. حينئذ يقول له أولئك الصديقون: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فأجاب الملك وقال لهم: الحق أقول لكم، كما إنكم فعلتم بذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار، فبي أيضا فعلتم. حينئذ يقول أيضا للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، غريبا كنت فلم تأووني، عريانا كنتم فلم تكسوني، ومريضا ومحبوسا كنتم فلم تزوروني. حينئذ يجيبونهم أيضا ويقولون: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ حينئذ يجيب ويقول لهم: الحق أقول لكم، إنكم لم تفعلوا ذلك بأحد هؤلاء الصغار، فبي أيضا لم تفعلوا. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصديقون إلى الحياة الأبدية. وشوحا لا ميناي. يلا نسحب. إخوتي المؤمنون المباركون، نقدم ثمار هذه الذبيحة على نياتكم جميعا، على نية كل من هو بحاجة إلى صلاتنا من المرضى وكبار السن والمقعدين، وبالأخص من أجل كل موتانا المؤمنين من الأساقفة والبطاركة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات وكل الشعب المؤمن، بذكرى جمعة موتة المؤمنين. في هذا اليوم أيضا نقدم هذه الذبيحة بمناسبة هذا اليوم المبارك اللي بيه نذكر ونتذكر كل يوم كثير من هؤلاء الناس اللي تركوا أثر وأعطونا شعلة الإيمان ورحلوا من هذه الحياة. نقدم هذا القداس من أجل السلام في كل العالم، خاصة المناطق التي تتضرر بشكل مباشر بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الإرهاب. ونقدم أيضا من أجل الاستقرار والسلام في كل البلدان وخاصة بلدنا العراق. نصلي من أجل كل المؤمنين الموجودين في مدينة العمارة
في هذا القداس المقام في كنيسة أم الأحزان الكلدانية في هذه المحافظة المباركة بأبنائها. حقيقة نقدم من أجلكم المسيحيين المكون الصغير جدا في هذه المحافظة، اللي دائما يسعى بأن يثبت وجوده رغم كل التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الأمنية. حقيقة في هذا اليوم اللي بيه الكنيسة تحتفل أو تستذكر الموتى المؤمنين، بهذه المناسبة أيضا نحب نبلغكم بأنه هو كان صادر من زمان يعني قديم جدا أنه يمنع الدفن داخل الكنائس، لكنه لعدم عطف الحكومات المحلية في هذه المحافظة بمنح قطعة أرض لإكرام الموتى لدى المكون المسيحي، أصبحوا المسيحيين يدفنون موتاهم داخل الكنيسة. وحقيقة امتلأت كل الفراغات في الكنيسة وماكو أي مكان لدفن أي ميت بعد عمر طويل لكم جميعا. لذلك نرجو من الحكومات المحلية أن تنظر بعين العطف إلى مكونات هذا الشعب وأن تمكنهم من كل مقومات البقاء. يسوع اليوم يكلمنا عن هذا المشكلة الفلسفية اللي كان يعيشها الإنسان. لو احنا نتذكر أو نفكر ما بين نفسنا راح نشوف أنه العمر مالتنا هو جدا قصير، بس لكن يمتى راح ندرك هذا الموضوع؟ راح ندركه لما نحن نكون على فراش الموت، أو لما نكبر بالعمر نقول أيبا بعد هذاك اليوم انولدنا، هذاك اليوم سوينا، هذاك اليوم اشتغلنا. فإذا العمر هو مجرد رقم سريع يمر على هذه الكرة، لكن يسوع يعطيه معنى لحياتنا لما نحن نترجم كل خطوة في هذه الحياة إلى فعل حقيقي على مثال المعلم يسوع المسيح. شلون نترجم هذا الفعل وهذا الإيمان بالواقع؟ إنجيل متى اليوم يقول يسوع: كنت عريانا كسوتموني، وعطشانا سقيتموني، ومسجونا وحزينا ومتروكا زرتموني. يسوع المن دا يقصد؟ يسوع ما يقصد نفسه، ما يقصد اللي هو نقدم احنا هذا النوع من الخدمة إلى المسيح، لكن يسوع يقول: كلما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. من هم الصغار؟ من هم أخوة يسوع الصغار في حياتنا اليوم؟ المساكين. بعد من هم أخوة يسوع الصغار؟ اليتامى والمحتاجين، الفقراء والمشردين، المظلومين، المضطهدين، المحاربين، اللي هم يشكون أو قد نكون نحن سبب هذا الشيء اللي دا يحصل بيهم. فيسوع يقول: كلما أنتم اهتميتوا بهؤلاء الناس أنتم دا تقدمون هذه الخدمة إلي. وبالعكس كذلك لما نحن نشوف هؤلاء المساكين، نشوف هؤلاء الفقراء، لكن نحن قلوبنا تكون من حجر، هنا يسوع يقول هذول الناس ما راح يتنعمون بمجد القيامة، لأنه يسوع اللي ما يدخل معاه في الألم ما راح يقدر ينال القيامة. فكلتنا أعتقد أنه ذقنا الألم، إن كان بسبب الأوضاع، بسبب كثير من الأمور اللي تحدث وحدثت، لكنه يبقى يسوع يقول. وفي رسالة مربولس إلى أهل القرنثية شوفوا التعبير الرائع والجميل اللي يقوله، يقول إنه هذه الحبة اللي هي حبة الحنطة،
أو الشعير أو إحدى البذور إذا ما ماتت فهي ما راح تنبت، ما راح تعيش، ما راح تنطينا شجرة، ما راح تنطينا ثمرة. لذلك كل مؤمن هو يشبه هذه البذرة وهذه حبة الحنطة، عندما يقع في الأرض، عندما تدوسه الناس، عندما يضطهدوه، عندما يقلعوه، عندما يهمشوه، كل هذه هي عملية إماتة لهذه البذرة ودفنها، لكنه ما يتوقعون ولا يدركون بأنه حبة الحنطة عليها أن تموت حتى تنبت، حتى تنطينا هذا الغذاء. نقدم هذا القداس على نياتكم، على نية كل أمواتنا المؤمنين في هذه المحافظة ميسان العمارة. أيضا نصلي من أجل كل الكنيسة، من أجل كل قادة الكنيسة، بأن يكونون ذا رأي رشيد، أن يكونون عندهم هذا الاتفاق، أن يكون عندهم هذا الشوتابوثة، هذا المشاركة في خدمة سر المسيح في الحياة. تلاحظون رسالتكم هي كلش عظيمة في هذه المحافظة. أبدا لا تقولون بأنه نحن مكون صغير وما لنا أي أهمية بالمحافظة، لكنه وجودكم هو يبعث الرجاء لمن فقدوا الرجاء من خلال القوة الإيمانية، الروح القدس الذي يعمل من خلال المسيح الموجود دائما معاكم، ومريم العذراء اللي دائما تكون الكنيسة متاحة لزيارة كل المؤمنين والمؤمنات للبركة وأخذ البركة. فهو عملية أنه إعطاء الرجاء وأخذ الرجاء، لأنه يسوع يقول اعطوا تعطوا. فإذا هذا هو العطاء اللي هو مفتوح أمام الكل. فالكنيسة هي بيت لكل إنسان محتاج إلى أن يشفى، محتاج لأن يشكر، محتاج لأن يقدم عطاء لله. نصلي من أجلكم، من أجل كل أبنائكم، أن تكونون دائما مباركين، ونسأل الراحة الأبدية لكل موتانا المؤمنين. الراحة الأبدية أعطي لموتانا يا رب، ونورك الدائم فليشرق عليهم. نؤمن بإله واحد ابن الله الوحيد
برحمك نحن ضعفاء الخطأ للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه نسألك متضرعين أن تعذبنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد آمين. السلام معكم معك ومع روحك. إخوتي تبادلوا السلام بمحبة المسيح. والسجود والتعظيم من كافة الخلائق. أيها الآب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومفيضا نعمة عظيمة على المائتين ومع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمته ورضوات الملائكة ومواكب الروحانيين قدام النور والروح والكاروبيم السرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين قدوس 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 أنت الرب القوي الإله الصباح السماء والأرض مملوءتان بمجدك العظيم أوشعنا في العالي مباركون الآتي باسم الرب أوشعنا في العالي. ومع هذه القوات السماوية نحمدك يا رب ونبارك كلمتك المتجسد فهو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك وهو لم يعد مساواته لك غنيمة بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا وسلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. كأجر انتظرنا فوضع والنحاش واذنقه الموتى بغلياب مشلموا انسوا لحما بيدا وقدي شاثا ورمعنا والوثاق ألاو يحلكون ومدينا خواري وقصار ويا ولد الميدان كذما ساوى خال مني هنا وطر
أخنا من ضاف بدحشة نسوي ذا وقد شاذك يا أساد أخيار ودينا خواري يا وانت الميذا وكذا دد العالم رافد ايمن وثاد احلام بيكون واحلام سقيه متشنت الشوطانه دحطاي آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي به أردت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بألوهيتك وعبرت ضعفنا وغفرت خطايانا وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم والسلام معنا. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقرب حمدا لك على جميع النعم التي أفضت على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبلوا يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، ولأجل آبائنا القديسين مار لاون بابا روما ومار لويس البطريرك ومار حبيب اسقفنا وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات. نعم يا رب، اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل أخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبلوا يا رب لأجلنا نحن الحاضرين هنا والمنتظرين رحمتك. استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبلوا يا رب من أجل هذا البلد العراق وسكانه وكل البلدان وهذه المدينة ميسان وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب وابعد عنهم الخوف والعنف وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح، سلام السماوي وأمان البشر وأطل الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة. انهي الحروب واهدي الشعوب الداعية إلى الشقاء والعنف، فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاوة والتقوى. ونحن أيضا يا رب قدامك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا من تواتر الرسول عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم، سأل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا والسلام معنا. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة
والعزة المحية والإلهية، ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم، باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. فايشر شيما دم يقيرا فغرام خيانة دمارني شو مشيحة شمت بابا وغرونا وروح القدس العالمين. آمين. فايشر شيما حسيانا دمارني شو مشيحة شمت بابا وبرونا وروح القدس العالمين. آمين. المجد لله والابن والروح القدس إله واحد آمين. يوم القيامة تجيء تدين بأمرك تجتمع كل المخلوقين. أقم أمواتنا عن جنب اليمين أدخلهم الكاف مع القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لنتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فلنتقبل إذا موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، ولنقدم تائبين على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين أخوتنا على زلاتهم ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة. نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين: أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين. لا يا رب، لا يا رب، لا تدعنا نسقط في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. آمين.
وغفا طيب ذي محيان المراني شام شيحا تشتمل برحمة عن كلها بعد البركة الختامية راح نصلي رتبة الجناز بذكرى جمعة الموتى الأولين. واجب يا رب ولائق أن نرفع المجد والحمد والشكر والسجود لثالوثك الأقدس لأنك وهبتنا بحنانك الأسرار المقدسة التي احتفلنا بها وتناولنا غفرانا لخطايانا أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين. ما راني شامشي عتشمشناي وزيحناي ويقرناي برازا وشويحة القديشة ومحيانا وناي ونشوينا للشوحة طيب بالكوثي والوسامة عمنا
شماوة وروحات قدشا العالمين محاميث يشوحة لشماخ صلي شلامة عمان. نشكر ونسبح ثالوثك المجيد ونسجد له، أنت خالق العالم ومبدعه ورب الموت والحياة، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الآباد. مريالات برقان ما حميثة شوحة لشمخ بما مقعد وولل يقداميك. تعال اقداميك صلات ما حميثة شوحة لشمخ وركن إذ نخل وعوض. إذ حجبت عمنا حتى يقوبا ما حميثة شوحة لشمخ وويتق قورد ليت ليالا. شوحة لولورا والروحات قدشا ما حميثة شوحة لشمخ من عالم وذم العالم آمين وآمين. لاخ قولا بطيبوثي وميذانا بخينوثي ومنحمانا بسوغش بعدم رحمانوثي مودينان وسغدينان ومشبحينان دتو شلت بطريون علمي دوريت مارد موتا وتحيين أوا ومرو روحة قدشا العلمين. حدانا وشد عوديك كلهم قديشيك أن نعمل كم شيحة روح عوديك بشلامة أي كد لا مملك حشا لا أقطع ولا كريوتا إلا حييم ربو مارا ومشبح طاو على لو تخلانان هدا وناذام صورد موتا وتحيين ما مدي ميثاولا يا حوم مدي منون إلا نحم شوح ولا ولورا والروحة قدشا كم شيحة باروقام بيم ثيثخ نحيمين من يميناخ أمكن دشبر قدميك أمهني داثي لمدانا للرام الكم نحمانا بشوحي ذا نحمن روما وما حميثي ومقم لقويري وقيمي شوياي عني ذي من قو قوري ومسقين تشبوح تلمى حميثي هابار كريوثا من لبخونا ما يوثد يوم دماران هذا ومبصحلا ومعردم كوثان ما تزيحن عير اقدام وحادم ملاخ بيوم شو حالا ولورا والروحات قدشان حون مرميثين وانقومان اشتديون اخنث نبي ويا براموس نتعيرون دامكي وانشبحوا شخ بيابرا طلق طلاو نونا دشرارا صلي مريا إذن أخوان رمشي حاد التام الطول فرقانا دن حد صل ميدا دم نتحبل وانسى وباغرة
وبرق الغيسم يولا الموت وقيم تدميثي حسب طيبوث العودة بيوم أدمي مطل طيبوثخ آلها بطيبوثخ بريت الجنسان دام والوشتا شو حابا يوفر ذي سوذم راح واحطا وامبل من شوحي شدرت لوراخ حبي والواثن يولم بحناني حيه شو حالا ولورا والروح قدشا شو حالا خي شامل كان زكايا دوصلي وقت دلقنسم من طولي حيلا خرابة حدث لغوي وتنوط الموتى نملخ نوحامة ونشتوي الرحمة بيد رمزاق كم نحمانا نصليش لما إياك يا باعث الأموات ورجاؤهم السعيد نشكر ونسجد ونمجد أنت خالق العالم ومبدعه وأنت رب الموت والحياة أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد لتكن مباركة ومعبودة رحمة ثالوثك المجيد السامي الذي تشفق على الخطأ وتغفر لهم أنت رجاؤنا السعيد وملجأنا الأمين يا رب الموت والحياة الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. مدراش يا أخو بالمسيح يا أخوة بالمسيح اطلبوا الغفران للساكن في الضريح ليرحمه الحنان وقت المساء والغروب رأيت الموت حاضر مرعبا مفزعا مرهوب بنفسي منتظر قلتم هدمي ليدور يا ملاك قائل واستغفر عن الذنوب في زماني الغرب يا أخوة بالمسيح اطلبوا الغفران للساكن في الضريح ليرحمه الحنان. لم يقبل السؤال والبكاء والانتحار ولم يعطني مجال لأودع الأحباب سلب نفسي في الحال من الإخوة والأصحاب وأصبحت كالخبال مطمورا في التراب. يا أخوة بالمسيح اطلبوا الغفران للساكن في الضريح ليرحمه الحنان. سبحانك يا خالقنا، سبحانك يا خالقنا. سبحانك يا خالقنا ومولانا الكريم
أن يقيمنا من وسط رامين. امضي. أمضي ومعك السلام من هذه الحياة المملوءة شقاوة وأحزان وكربات. أمضي اسمعي تلك التطيبات المعدة إلى الحكيمة. الرب يجعل نفسي مع القديسة بحضن مريم العذراء ست البتولى. سبحانك يا خالقنا ومولانا الكريم المزمع أن يقيمنا من وسط رامين. الأسرار التي أخذت برجاء وإيمان نؤمل أن تخلصك من يد الشيطان جميع أوجاعك والشدائد والأحزان التي احتملت في هذا الزمان يجعلها عوض مطهرك الرب الحنان ويدخلك إلى الفردوس بقلب فرحان. سبحانك يا خالقنا ومولانا الكريم المزمع أن يقيمنا من وسط رامين. نوقف. أيها الرب الرحيم، يا من قلت أنا القيامة والحياة، من آمن بي يحيا وإن مات، ومن يحيا بي مؤمنا فلن يموت أبدا. اصغي إذن إلى صلواتنا وافتح أمام عبيدك المؤمنين بك والراقدين على رجائك أبواب النعيم بمشاهدتك. وهب لنا نحن الأحياء الباقين أن يعزي بعضنا بعضا بكلام الإيمان ريثما نلتقي بأجمعنا في جوارك، فنكون معك دوما إلى دهر الداهرين. لنصلي مرة أبانا والسلام والمجد على جميع المؤمنين. أبانا الذي في السماوات، اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا ما نحن، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح. السلام عليك يا مريم نساء ومباركة ثمرة بطن يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ. المجد للآب والابن والروح القدس. الراحة الأبدية أعطي لموتانا يا رب، نورك الدائم فليشفى. آمين. الله يبارككم جميعا. نلتقي معكم حاليا بعد القداس في الساحة مال الكنيسة.